السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة سهل ومضمون. اليوم غادي نقترح عليكم حلوة لذيذة بزاف، حلوة اللي هي غادي نديرها بواحد العجينة مميزة كتجي بحال العجينة المورقة لا بات فيتي. هاد الحلوة كتعجب الوليدات الصغار بزاف وكتعجب حتى الكبار لانها فعلا كتجي لذيذة وكتجي مورقة، وغادي نعمل بها شكيلات وممكن تعملوها بشكل واحد. غير انا اليوم غادي نوريكم الشكيلات اللي انا كنعملها بها. نبداو على بركه الله. عندي هنا 250 غرام من الزبده، هكا زبده رطبه يعني رابعه ديال الزبده. عندي هنا 4 لتر من اللبن ماشي الحليب، اللبن. غادي نخلطها مع هاد الزبده وشويه ديال الملحه. غادي نخلطهم مزيان. غادي نزيد الدقيق، انا هنا بديت ب 400 غرام. في الاخر غادي نقول لكم شحال درت ديال الدقيق. دابا هي العجينه ديالي كملتها هاك كيفاش كتجي. غادي ديروا فيها ما بين 550 دقيق حتى ل 600 غرام. غادي نحطها فواحد البواطه بحال هكا ونغطيها ونخليها حتى غدا ان شاء الله في الثلاجه. يعني الا كنا محتاجينها غدا غادي نعجنوها من اليوم ونخليوها تبات في الثلاجه. هذه هي العجينه من بعد ما بيتناها في الثلاجه. تاكويرات وغادي نبدا نرش هنا الدقيق باش ما يلصقش ليا. غادي نجيب المدلك ونسرحها مزيان. غاديش نرققها بزاف، غادي نخليها شويه غليظه. صافي غادي نقطعها هكا غادي ندير لها هكا. دابا غادي نشكلها بحال لي باغيت. هنا عندي سنيده غادي نزيد عليها واحد الساشي ديال الفاني، هذا غير اختياري يعني ممكن تكتفيو غير بسنيده بوحدها. غادي ندوز فيها هاد لي باغيت بحال هكا بهاد الطريقه. صافي غادي نشدهم وغادي نلويهم هكا. ها هما. هنا عملت نفس الطريقه، دلكتها وقطعتها هكا غير بالموس. غادي نعاود ندير نفس الطريقه ديال السنيده. هنا غادي نشكل دابا بالمي وغادي نحطها هكذا. غادي نلوي هاد الجنب الاول، هي راه ماشي طريقه البالمي كيف ما كنديروا البالمي، ولكن انا غير غادي نحاول ناخذ الشكل، نضغط عليها شويه هكا. ملي نضغط عليها مزيان كنعاود نزيدها شويه ديال السنيده من الفوق هكا. صافي وكنحطها في اللاطه ديال الفران. الاخر بطبيعه الحال ديما كنرشو الدقيق وكنسرحو هكا بالمدلك، ما يكونش رقيق بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا. ممكن دابا نشكلوهم اشكال اخرى بهذه الطريقه هذه. شوفوا كيفاش كيجي. ندوزوهم حتى هما هكا في السنيده والفاني.
صافي هكذا. ممكن نستعملوا غير الجراره هانتوما، حتى هذه عاود لكتها بنفس الطريقه، وغادي نحيد لها الجناب وغادي نشكلها هكا على شكل حلوه طويله. ها هي نفندها في السكر والفاني. المهم الشكل كيبقى على حسب ذوقكم. هادو هما الشكيلات ديالي من بعد ما كملتهم. بطبيعه الحال مازال عندي لاطات اخرين بنفس الاشكال. دابا غادي ندخلهم الفران سخون من قبل، وغادي نطيبهم على نار متوسطه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هادو هما الاشكال من بعد ما خرجتهم من الفرن. ممكن تخليوهم كيف ما هما او تزينوهم بالكريمه. انا غادي نزين القليل منهم بالكريم شونتيي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا اللي عملت اليوم. هذا اللي على شكل بالمية، وهادو هما شكيلات اللي زينتهم بالكريم شونتيي. هادو لي باغيت، وهادو الاشكال الاخرى اللي قطعتهم قطاعات صغار. التزيين بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه باش توصلوا بجديد الوصفات، بارطاجيو الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.